كانوا كيقولوا جو في حلقه ما غادي يساعدش للمزيد من التنميه ومعرفه تراث المدينه بالتقدم والازدهار. هذا بالعكس ربما يخرجوا غير ملائم لما في مصلحه الساكن. وبغيت السيد الباشا السي سعيد سعده الله في كل ايامه ما خلاش لقاء داز بينه وبينه عند المكتب ديالو وما كاينش شي خميس. انا ما غنرتاح حتى نشوف ان الجو داخل الجماعه ولا مزيان، لان الخلاف ما كيوصل حتى شي حاجه. وبغيت نقول لك السيد الباشا انا من الاخوات والاخوان كيف ما قلت لك على انني انا اكيد كندير المعارضه ومازال غنمارس المعارضه، ولكن ماشي ديك المعارضه باش نعرض اي حاجه جابها الاخ الرئيس والاخوان معاه ابدا، بل ديك المعارضه البناءه اللي كنعطيو فيها الراي ديالنا، اللي كنعطيو فيها ما نعتقده صواب او تعديلات. لانه فاش كنجيو مثلا في مشروع الميزانيه وكيجي السي اسماعيل ولا الاخوان في المعارضه السي عبد المال ولا كل الاخوات والاخوان كيقدموا التعديلات، لما كتقبل لنا التعديلات ديالنا بلا خاطر ما غنصوتوا بالاجماع على الميزانيه، ولكن لما ما كيتقبلش لنا تعديل وخصوصا لما ما كيكونش تعديل اللي غادي يسجلوا برضه الميزانيه، لما كيجي مثلا السي العرب اللي ما حضرش وكيقولوا بلا مقسوم هذا المده 10 مليون وزيدوه في واحد المده اخرى اللي ما غيطرش على الموازنه ديال وكيتفق هنا كلشي هادشي اكيد على اننا ما غادي نسقطوش بناء. وانت السيد الرئيس ما تنساش على بالك دائما انك ماشي موجود كندير ماشي مجرد رئيس جماعه ترابيه، انت برلماني في الشريع من ضمن المشرعين في المؤسسه ديال البرلمان، انت رئيس حزب، وما اقوم به انا ويقوم به الاخوات والاخوان هما اللي كيقوموا به ناس الحركه الديمقراطيه الاجتماعيه كمعارضه في الجماعات الاخرى اللي ما كيكونوش شادين التسيير ديالها. وخير دليل وخير مثال هو السي مهدي مصطفى وما يقوم به داخل الجلسه الاقليميه، فانا كنديروا نفس الدور وربما هو كيديروا به حتى اكثر مني انا. فراه المعارضه كيف ما كان النائب الاول ديال في الدوره الاخيره هي اللي كتنور المجلس وهي اللي كتنقذوا انه لو كان ما كانش المعارضه غادي نمشي لشي طريق خايب. هذا الكلام ماشي انا قلته، اللي قلته قالوا السيد النائب الاول ديال اللي مع الاسف ما حضرش اليوم. ولهذا السيد الرئيس باش ما نطولش في هذه القضيه بغيت لما قال السي اسماعيل في نفس اليوم اللي وقعت فيه وخذا كلمه لما غادرت لما مشيت مع الاخ اللي كان جا قال السيد الرئيس وانا ما متفقش معك السي خميس تقول شي حاجه اخرى انا كنقول الرئيس. اذا انا السي اسماعيل كنستجب لهذا الشيء اللي قلتي. كذلك واخا ما حضرش ما يمكنليش ننسى اليوم اللي كيجلس ليه السي سعيد محمد اللي البعض اعتقد على انه ربما كان كيفعل هذا الشيء، ما خلاش لقاء واحد واللي كيقول لي شوف انا كلشي متفق معك عليه الا هذه خصك تسحبها. بالمناسبه كذلك ما كنقولش دائما غير الاخوان ديال المعارضه، راه الاخوان ديال الحركه الديمقراطيه الاجتماعيه اللي جزء كبير منه كتعني مع معارضات محبه وبوط وعائله. السي حماد الطوبي كان دائما كيقول لي ما اتمناه ماشي هو يكون الخصام ولا النقاش، يكون التكامل. السي حماد قلتيها لي منهم السي علي عبد المال، منهم السي دكتور سعيد، منهم السي بالهدى، ولما شكرت السيد الباشا من خلاله كنشكر السي سعيد القائد ديال المقرره الرابعه، ومن خلال السيد معاه والسيد الكاتب عن كل ما تلاقيت معاهم كيقول لك حنا ما نتعلمش لما يحصل بينك وبين السيد الرئيس. كذلك ما كننساش الاخوان ديال مدينه المستقبل الاقصم السي حسن مسرور كبلديه وجاو مع الاعضاء وجاو زاروا وجاو عندي وخاصموا عليا. ما ننساش الاخوان ديال النقابه الوطنيه للتجار والمهنيين. ولهذا السيد الرئيس انا كنعلن على انني كنسحب هذا الكلام اللي قلت في الدوره ما قبل الاخيره واللي هو اثار واحد التسوعه
مع الاسف للبعض كانوا كيجيو عندي بعد ما كنت كنسيهم ويقولوا لي بردوا، كانوا كيجيو يزيدوا العافيه ويجيبوا الحباب ويجيبوا زيت ويجيبوا باش يطلع. انا كنجاوبهم اليوم على انه اذا المؤلفين كينتعشوا وكيرعاو في الخلاف اللي كيحصل داخل المجلس، انا كنأكد لهم اليوم راه ما بقاش عندهم حق في هذه المساله. اللي بغى نقربوا وجهات نظر مرحبا، اما اللي بغى يخلق شي حاجه راه ما غيدخلش. حنا غادي نواصلوا، انا شخصيا ما نمشيش لهذا الاخر، غنواصلوا الدور ديالنا كمعارضه. ولهذا السيد الرئيس خصك انت شرعتي كون ما تكون رئيس في البرلمان ان هذه اللجنه المعارضه ولا كاينه في الميثاق الجماعي. ولكن في الحقيقه حنا كمعارضه وخلنا يبلغوا ديال ردا على السؤال ديالي ان ما عندنا حتى شي حكم كنقوموا به. حتى فاش كنجيو ندخلوا للجماعه كنحسوا برؤساء المصالح والاقسام كيتحرجوا ما كيبغيوش يديروا معنا. فبغيناك تعطي التوجيهات ديالك على اننا جزء مكون من هذا المجلس. راني قلت في غيابك على انه الهامش تاع الرئيس ما كندخلوش فيه، ما كنجيوش على شي معلومات، ولكن لما كيجي عندي مواطن من ديك العدد البسيط اللي تعطينا مع حوالي 400 ولا شي حاجه حنا راضيين بها ما كاين مشكل. فكنقول لهم تبارك الله السيد الرئيس انت عندك 11 اللهم بارك وزيد في ذلك وعندك حرف، ولكن بغينا وهذا اقتراح كنقترحوا على الاخوه والاخوات في المعارضه نديروا جلسه معاك ونخلقوا واحد الميثاق كيفاش غادي نتعاملوا. كذلك بغينا وانت بلاش تعرفوا سمعتيها قبل منا، حنا شفناها في التلفزيون لما كتجي الاخت منيب كتقول يا ودي انا ما عنديش نكتب في حتى حنا في المعارضه ما عندناش ولكن كنطالبوا نكتب ما نبقاوش كندوروا الوراقي ديالنا حتى اللي جلسنا معاه كنحسوا به مزير كاين غير الخرج. فكنظن قلت لي كان خاص نقولوا في هذا الشيء ديال اللي وقع. اما فيما يخص هذه النقطه الاتفاقيه ديال شكرا سعدنا. فيما يخص هذه الاتفاقيه السيد الرئيس كانت في البدايات فكره جات على اساس انه كانت مع جمعيه، وعلى اساس ان البلديه غتوفر العقار والجمعيه غادي تكلف هي بما تبقى. واش هذا الشيء اللي صدقنا عليه كاملين راه ماشي صوت مضبوط هو نفس داخل في نفس الاطار ولا وقع شي تغيير؟ لان فاش كنقراو دابا المشروع كيدير الوزاره والجماعه والعماله الجمعيه اللي صدقنا عليها ما مذكوراش. حاجه اخرى السيد الرئيس خصني نقولها ماشي، لان دائما كنقول من يسيء للمسؤول يسير الشأن العام سواء في الحدث، ماشي اللي كينتقدوا اللي كينافقوا. وانا ما كندخلش لابد ما نحس الوقت الكلام اللي غادي نقول راه ماشي عندي حق فيه 100%، كيجيب لي بالي ولكن انا مستعد نسحبه. انا كيجيني شويه صعيب لما كنشتغل المغرب مليار و500 مليون باش نديرو في هذا المشروع. ما تضحكوش عليا ولكن هكا فكرت كنقول دابا هذا الكلام غادي نحطهم تماك. انا عندي واحد الكبار مربيها كتولد 2 مرات في العام 6 5 ديال الاولاد. واش دار هذا المقر هذه البنايه هذه المساحه لما غنحطوا هذا الكلام تماك شحال غتولي عددهم دابا عام و3 سنين وكيفاش غنديروا التدبير ديالهم؟ انا هادشي اللي فهمت ما عرفتش كيفاش التدبير ديالو. شكرا سيد الرئيس. شكرا سي مستشار. كنتمنى نشكروا على اننا نفتحوا اجواء وثقافه جديده بالنسبه للمدينه، وكان دائما هاجس ديالي هو التوافق والتواصل مع جميع الفرقاء. وما يمكنش سي بريسي اليوم امام الجميع تقول على انني شي نهار من الايام لا كنت كنستجب جميع المتطلبات ديالك او المشاكل اللي يمكن لك تحدث
الشيء وما بغيتش ندخل في التفاصيل. جيتي واحد الكلمه اللي يعني شرتي بعض امور اللي يعني سحبتي واحد الغلط يمكن ولا واحد في واحد الحاله ديال الغلط وقع اللي وقع، ولكن منذ 2009 يمكن نشهد على انني انا كنت حريص على انه الاجواء اللي كانت عايشه المدينه في التسعينات بغينا نتركها نهائيا، وهو ما حصل. كان توافق، كان سجال، كاين بعض المرات كنكونوا ماشي على نفس الوتيره، بعض المرات ما كناش كنكونوا ثاني، ولكن عرفنا وصلنا لحد اننا نشتموا او نسبوا او نخرجوا على الصواب. اللي وقع هو اللي وقع، انه احنا ما جيناش دابا باش نحكيو اشنو شي فات مر كنشوفوا القدام اللي كيجمعنا كاملين هنا واللي يجمعنا كاملين هو مصلحه المدينه، وحنا ما غنبقاوش مسؤولين خارجين فيها هنايا. غدا غيجيو مسؤولين اخرين، غدا غيجيو منتخبين اخرين، غدا كذا. خص العلاقات الانسانيه عندها واحد الوزن وعندها واحد المكانه اللي ما عندهاش ثمن، خصنا نحافظوا عليها. من جانبي حافظت عليها، كاين اللي ما حافظش عليها ما فهمتش علاش. انا مازال عندي واحد علامه استفهام كبيره اليوم على هذه المساله هذه. انا اليوم هذا مازال ما فهمتش هذا يعني الموقف اللي كنتي خديتيه في بلدك، ولكن انا رجل سياسه، انا رجل مسالم، انا ما كنشدش قلبي، انا كنمر للامام. اللي داز راه داز، اللي جاي نتمناو انه يكون افضل. اللي كيهمني هو انني نهار ننتهي الولايه ديالي نتلاقاو نتسالوا نجلسوا ونهضروا باننا اخوان. ماشي كنا في حرب هنايا وعندنا كندرسوا على شي حاجه اللي ما ديالناش في الاصل. جايين كنديروا سياسه كنذكروا في الشهر العام، بغينا يعني نزيدوا في المدينه ديال القدام. حتى حنا كنديروا الاقتناعي، حتى كنغلطوا، حتى حنا كنخطئوا، حتى حنا ما كنصيبوش، ولكن كنبقاو ما هو يعني اخلاقي وغير متجانب للصواب، لان هذا هو الفلسفه ديالي والرؤيه ديالي. الان ضروري نقول لكم هذه الصفحه نمشيو للامام ونتمناو على ان مثل هذا يعني هذا التصرف ما يعاودش يجي يخسر لنا الاجواء ديال المجلس ديالنا اللي الحمد لله فيه حضور، فيه ناس اللي كلها عندها غيره عندنا واللي عارفه المدينه واللي هي من المدينه. اذا كرئيس انا ديال الجميع وباغي المصلحه العامه وباغي يكون يعني اجواء سليمه واجواء ديال التلاقي، ولكن خليونا نكونوا في الظروف ديال الاحترام ديالنا وما غيكون حتى مشكل. وراه هادشي كتعرفوه، راه جربناه تجارب، يعني الامور كانت غاديه على احسن ما. شوف الشيطان كيحضر كيما كيقولوا الغاب والله. دابا هذه واحد لابارتيز سديناها، نمشيو ما هو اهم، نمشيو كل اللي كيهم المدينه. وبالمناسبه بغيت نشكر السيد الباشا على الدور اللي كيلعب في هذا خلق هذه الاجواء وهذا يعني الحل ديال هذه المشاكل اللي كتكون بعض المرات غير مفتعله ولا ما عندهاش يعني علاش تكون. حنا كحزب الحركه الحكوميه الاجتماعيه في الانتخابات الانتخابيه قبل ما نبداو هذا التليفون ها هو امامي وجمعتهم ومصطفى ولا حمد ولا شويش ولا اخوان كاملين. اول لقاء اللي درناه باش ننظروا الانتخابيه قلت لكم وياكم ولا جبت لكم لا ما نقولها انا قلت لكم جبتوا الخلاف مع واحد قلت لكم الله يحفظكم، ولكن ما تعرف تخرج من هذه الانتخابيه لان كنقول ديما المستقبل راه يمكن يكون افضل. فاذا احنا مازال على البعث نتمناو على انها تصحى خطوه وعلى ان الصحه الجديده تكون ان شاء الله هي البدايه ديال الخير على مدينه تيفوت وديال العلاقات الانسانيه اللي كتربطها وعائليه. نتمناو على ان نتجاوزوا هادشي ونمشيو ما هو احسن، وانا في خدمه الجميع. انا كنقول لكم ما عندي خلاف مع حد، ما عندي يعني حساب مع حد، كل ما نقدر نقدموا لخدمه الناس والمواطنين والساده والسيدات الاعضاء انا مستعد وراكم تعرفوا في هذا الشيء. شكرا كما كان حق على الكلمه ديال السيد الرئيسي، وشكرا على يعني الكلمات اللي عبرت عليها. انا كناخذها بكل تقدير وبكل يعني موده. نتمناو على انه تكون هذه الحقيقه